السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطبيلة ساهلة، يعني في الدقيقة الأخرية غتقدروا توجدوها، مكونات سهلة وبسيطة، وغادي نشارك معكم حتى يعني الطريقة باش زينت المائدة وكل شيء. دابا غنبداو على بركة الله، وأول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نسلق البيضات كيف ما شاهدتوا، وغادي نسلق هنايا عندي بطاطا مثل الملح والابزار. هنايا من بعد ما طابت كنحشي فيها الموس كيف ما كتشاهدوا باش نشوفوا واش طابت. ما خصناش نخليوها حتى طيب بزاف، يعني طيب غير شويه، يعني ماشي حتى دهره. صافي بالنسبه للبيض باش كنعرفوا طاب، يعني كنضرب عليه هيدا بالقاعد الموس. صافي اذا كانت البيضه قاصحه يعني طيبه. دابا غادي ندوزو لتحضير الحشوه. بالنسبه لي هنايا في واحد الوعاء عندي الثوم، الزيتون مقطع طريفات صغيورين، الجبن المثلث قطعته عود مربعات صغيره، المايس، وعندي المعدنوس. وهنايا من بعد ما يعني تسلقوا البيض وقشرته، فانا الاصفر فقط غادي نعملو مع هذا الخليط، وغادي نزيد عليه الملح كيف ما كتشاهدوا. هذا عندي الملح الهيمالايا، الفلفل الاسود، هنايا عندي المايونيز. يعني غتستعملوا الكميه اللي بغيتو، اللي باش تخلطوا بها. انا استعملت كيف ما شاهدتوا 3 ملاعق كبيره. صافي غادي نحاولوا يعني نخلطوا هذا الخليط هذا مزيان مع بعضيته. وهنا كنحاول نهرس ديك الاصفر البيض باش ما يبقاش يعني عاقد. بالنسبة لهاد الحشوة هادي فممكن تستعملوا يعني أي حاجة بغيتوها، ممكن تزيدوا المكونات وممكن تنقصوا، يعني الحشوة عملوا الحشوة اللي عجبتكم. ممكن يعني تعملوا غير التون والأصفر البيض ولا يعني المهم كيبقى الحشوة كتبقى الاختيار ديالكم. صافي دابا في يعني طبق التقديم غنجوزو نعملو ديك الشرائح د البطاطس اللي تسلقت معنا والبيض، وغادي نعمروهم بالحشوة اللي حضرنا من قبل كيف ما كتشاهدوا. هانتم شاهدتوا يعني وصفة سهلة، يعني حتى اللحظة الأخيرة عاد تقدروا تعملوا هادشي. يعني شي نهار إذا تعطلتوا ولا زرب عليكم الحال ولا ما يعني حتى فكرة كفكرة، إذا يعني حرفت لكم وما عرفتوش شنو تعملوا في المائدة ديالكم د الإفطار، فهذا اقتراح يعني ساهل وبسيط وغير مكلف. دابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه. هنايا في واحد المقلاة عندي زيت الزيتون، الثوم والمعدنوس. غادي نحاول نصوتيهم غير واحد شويه، يعني ديك الثوم يطلق لي المذاق ديالو في الزيت. صافي وغادي نضيف الملح والفلفل الاسود، وغنضيف الفلفل الاحمر. هذه عندي ملعقه جد صغيره، فاستعمل جوج، نتوما تستعملوا يعني ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر او بابريكا. وهنا عندي عود ملعقه صغيره من الكيمون. غنحاول ننسجم هاد المكونات مع بعضيتهم. وغادي نضيفوا الكبده، ممكن تعوضوا الكبده بالحوت او تعوضوها بشرائح يعني الدجاج اولا الكبده الدجاج، يعني ممكن تعملوا اي حاجه بغيتو. صافي هنايا عندي تقريبا 400 غرام د الكبده، ولكن نتوما ممكن تستعملوا غير 250 غرام، فهي كافيه يعني كتخرج الكميه كبيره. انا خليت النصف اخر باش يعني اليوم الموالي استعملتو البطيبطات عمرتهم بهم، يعني طيبت مره واحده اليوم ونغدا. صافي هنايا كيف ما كتشاهدوا انني يعني كنحاول نخلط الكبده باش يدخل فيها ديك التوابل. وكنصحكم واحد النصيحه، ان الكبده من الاحسن ما طيبوهاش بزاف، يعني الكبده ما كديناش شي واحد الوقت طويل في الطياب، لان كتقصح كترجع قاصحه وصافي ما كيبقاش يعني ما كتجيش مزيونه. هنايا كيف ما كتشاهدوا باش كتزيد دفته عصرت عليها نصف ليمونه او نصف حامضه. صافي وغادي نخلي الكبده ديالي حتى طيب. هنايا عندي كيف ما كتشاهدوا الخبز د الطوست. ماشي ضروري تستعملوا د الزراع كيف ما استعملت انا، ممكن تستعملوا الابيض يعني كيبقى الاختيار ديالكم. صافي قطعت له الحواف ديالو كيف ما شاهدتوا، ممكن تشريوها حتى بلا حواف، يعني كاينه كتباع بلاشي. وغادي نطلقوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا، يعني نطلقوها من جوج د الجوانب باش نحصلوا على واحد يعني واحد الخبز اللي هي رقيقه. صافي دابا غادي نجيبو يعني هاد المول هذا الكاب كيك،
وغادي نقطعوا الخبز ديالنا على هذا الشكل هذا من جميع الجوانب، يعني الشكل موضح في الصورة. صافي، وغادي نقبطوا هيدا الخبز فوق اخرى وغادي نضغطوا. ملي كنضغطوا يعني كتلصق بلا حتى شي حاجه، بلا طحين بلا والو. صافي، غير غنضغطوا عليها على هذا الشكل وهي كتلصق. وهنايا كنكونوا حصلنا على واحد يعني بحال كاب كيك كيف ما كتشاهدوا. فالشكل ديالو كيجي مزيون بزاف، لا الشكل ولا المذاق، وفي نفس الوقت يعني واحد الحاجه ساهله، يعني بلا عجن بلا عجينه بلا حتى شي حاجه. صافي، غادي نستمر هيدا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. ممكن طبعا تستعملوا الكميه اللي بغيتو. ودابا غادي نحشيهم في الفرن. ممكن تذوبوا الزبده ودهنوهم بها، فكيبقى الاختيار ديالكم. انا ما دهنتهم لا بزبده لا حتى شي حاجه، وحشيتهم في الفرن حتى تحمروا. صافي، ملي كيتحمروا كيقبطوا في راسهم شويه وكيجيو مقرمشين. صافي، دابا من بعد ما طابت الكبده ديالي فانا غادي نعمر بها على هذا الشكل هذا. هنايا كنزرب عليا الحال. كان باقي خصني نعمل لهم يعني مايونيز في ديك الكؤوس. عاد نعمل الكبده من فوق، او نعملوا الجبن، هذاك الجبن المربع، ماشي الكيري، ديك الترانشيتس اللي كيجي رقيق. فنعملوا واحد شويه في الاسفل. المهم كيبقى الاختيار ديالكم. هما حتى هيدا جاو مزيونين، والتزيين كيبقى عاود حتى هو الاختيار ديالكم. انا هنايا عملت القليل من المايونيز. كان باقي خصني نزين بالتشيري، يعني ديك الطماطم الصغيره. كنت يعني نقسمها على 2 أو على 4 ونزين بها باش نخرج الالوان وشطيب هاد المعدنوس. يعني كيجي منظر مزيون، ولكن كما قلت لكم يعني زرب عليا الحال فما قدرتش نزوق اكثر. صافي، يعني التزيين كيبقى الاختيار ديالكم، زينوا باش ما بغيتوا. وغنكونوا حصلنا على واحد المملحات اللي سهله دون عجين، يعني كتحضر في دقائق. وممكن تعمروها بالحشوه اللي بغيتو، يعني ماشي ضروري تعملوا الكبده، ممكن تعمروها حتى بالحشوه اللي حضرنا من قبل. فكيبقى الاختيار ديالكم. دابا غادي ندوزو باش نحضروا العصير. هنايا كيف ما كتشاهدوا عندي التمار، الكرموس، الزبيب والبرقوق المجفف، يعني كل شيء مجفف. بالنسبه للكميه فكيبقى على حسب الافراد العائله ديالكم. حنايا ب5 بينا، فانا عملت يعني 5 د التمارات، 5 د الكرموس، و5 د البرقوق. وبالنسبه للزبيب فعملت حفنه صغيره. بالنسبه للحليب ممكن تعملوا النوعيه الحليب اللي بغيتو. انا عملت الحليب الشوفان. بالنسبه للحليب الشوفان فهو ممكن تحضروه حتى في المنزل ديالكم، ماشي ضروري انكم تشريوه. صافي، دابا غادي نعملوا يتطحن كيف ما كتشاهدوا. هنايا غادي نكونوا حصلنا على واحد العصير اللي هو صحي ومفيد بزاف للجسم ديالنا. وبهذا العصير هذا غنكونوا تجنبنا ديك العصائر اللي كنعملوا بالحليب وبالفواكه. فهذا عصير كيبقى صحي. هاد الوصفه ما كنتش غنشاركها معكم، ولكن قلت علاش ما نشاركهاش. كانت عندي واحد الباذنجانه هي اللي شاطت لي. كنت شعلت الفران وحشيتها حتى هي تشوى باش ما تفسدش. صافي، قشرتها وعملت معاها ياغورت طبيعي، وعملت معاها ملعقه كبيره من الطحينه، ملح، فلفل اسود. وهنايا نسيت درس الثومه. وهنايا غادي نضيف يعني واحد 2 القطع او 3 من الثلج. كيقولوا انه يعني كيزيد يعطي ديك البيوطه. صافي، غنطحن مزيان وغنكونوا حصلنا على هاد الكريمه ديال الباذنجان اللي كيستعملوها بزاف الناس د الشرق. وغادي نزينها بهاد الخبز د الثوم والمعدنوس كتزيين فقط. دابا من بعد ما سالينا الوصفات ديالنا فانا غادي ننتقلوا دابا الافكار باش تزينوا المائده ديالكم. بالنسبه لهاد البلاطوس هادو فانا كنت شريتهم من الي اكسبريس. وطبعا ممكن تزينوا في اي طبق كان عندكم مزيون باش ننزلوه يعني في المائده الافطار ديالنا. ماشي ضروري يكون معنا شي واحد، يعني حتى الوليدات ديالنا وحتى حنايا بنفسنا كيعجبنا اننا نجلسوا شي نهار هيدا، يعني تكون مائده مزيونه ونستمتعوا بها وكيعجب حتى الوليدات. صافي، هنايا كيف ما كتشاهدوا انني نحاول نستف التمار، يعني المهم الفواكه الجافه كامله. بالنسبه لهذا الرول هذا فانا سبق لي شاركته معكم، كنت عدلته بالتمار والقرقاع فجا مزيون بزاف. وكيبقى بحال واحد الحليوه اللي صغيره، يعني حتى هي كتعطي منظر وكتبقى واحد الحلوه اللي هي صحيه.
صافي غادي نزيد نزين هنايا بهاد الورد هذا المجفف فقط للتزيين وباش يعني نلعبوا على الالوان وعلى المنظر. بالنسبه لهاد الفواكه الجافه هادو فهما مهمين بزاف اننا يعني يكونوا دائما حاضرين معنا باش يعني الاولاد ولا حنايا دائما نكونوا كنقبوا منهم لانهم صحيين بزاف حسن ما نعطيوهم الحلويات نضروا لهم بالصحه ديالهم. بالنسبة للناس اللي متبعيني فكيف ما كتشوفوا بان يعني كنطول بزاف عليكم عاد كنعمل لكم فيديوهات، ولكن كيف ما كتعرفوا ان الوقت كيف ما كتشاهدوا انه ما بقاش نهائيا، خصوصا سبحان الله العظيم هاد رمضان هاو جايز كيطير والناس النهار كيجوز كيطير ما كتعرفوش كيفاش جاز يعني كيجوز دغيا حتى ما كتحسوش بيه، يعني ما كتدركش تعمل الحاجات اللي خصك كاملين تعملهم ما كدركش نهائيا دعملهم. فانا غادي نحاول ما امكن انني نبذل اكثر من الجهد ديالي ان باش زعما نقدر نعمل لكم فيديوهات كتار. بالنسبه لهاد الفواكه الجافه اللي استعملت هذا اكاجو واللوز والبيستاج بالسكر يعني كراميليزي، واللوز والقرقع يعني عاديا. وهنايا غادي ندوزو باش نحضروا الطبيله ديالنا. بالنسبه لهذا الفيديو هذا نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكيف ما العاده كيف ما كنقول لكم دائما نتمنى انكم يعني تعاونوني في البارطاج مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تزيد تكبر القناه ان شاء الله، لان ملي كنتعطل بزاف ما ننزل لكم الفيديوهات فالقناه كتهبط بزاف وكنرجع بحال كانني يعني كنعاود بحال لي اول مره غادي نفتح القناه، يعني كتهبط لي المشاهده بزاف. نتمنى يعني تعاونوني يعني تعملوا لايك وكومنتاريو وبارطاجيو مع العائله ديالكم كيف ما قلت لكم والاصدقاء ديالكم باش حتى هما يشوفوا الفيديوهات ويستافدوا. ونتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. كنرحب بالناس اللي جدادين معنا، اذا كان عجبكم المحتوى فما تنسوش تشاركوا في القناه بالضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. طبعا غنخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.